إن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل لها مواسم للطاعة، فها هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة قد أقبلت، وهي أيام عظيمة أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل شأنه: والفجر وليال عشر إنها أيام جمعت خصائص الفضل، الطاعة فيها أعظم أجرا وأيامها أرفع قدرا، فالسعيد من اغتنمها وتعرض لنفحاتها. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فحث صلى الله عليه وسلم فيها على كل عمل صالح من صلاة وصيام وصدقة وقرآن وبر للوالدين وصلة للأرحام وتفريج